أصل الحكاية من عندنا. حكاية إيه ومن عند مين؟ حكاية الشبساوي، وهو صاحب جملة ما بين قوة المستغني وقوة الجاهل الذي لا يسعى خطورة ما يقوله. صاحب حلقة النهاردة عبد العزيز علي وشركائه. زراعة البطاطس في مصر اتغيرت تماما على يد عبد العزيز علي وشركائه، واتطورت كمان. يلا نحكي القصة دي. عبد العزيز رجل عسكري تخرج من الكلية الحربية سنة 1966، وفي أحد الأيام وكانت فترة حرب أكتوبر تشاء الأقدار إن هو كان على موعد إنه يزور صديقه عبد المحسن محجوب، ولكن لم يستطع زيارته، واللي كان بيرقد في مستشفى المعادي العسكري لأن تم استدعائه أثناء الحرب بسبب الثغرة، وأصيب في رجله اليمين وأفاق وهو في المستشفى المعادي العسكري بجوار صديقه. بعد عامين من العلاج سافر هو وصديقه لرحلة علاج في لندن، وفي أثناء فترة العلاج ظهرت فكرة البطاطس أثناء زيارته للمحلات، وكان بيشتري أكياس البطاطس من لندن، وبالفعل اتشدد الفكرة وبدأ يذاكر كل كلمة وكل حرف كان مكتوب على كل كيس بطاطس موجود في المحلات في لندن. من هنا ظهرت فكرة البطاطس، وظهر فكرة إنشاء أول مصنع في مصر للبطاطس. الموضوع كان موجد عليه لأنه راجل خارج من الحياة العسكرية، ولكنه كان مؤمن بفكرة تطويره ومؤمن بفكرة إنه عايز يعمل مشروع يفيده ويفيد بلده. بدأ يدرس المنتج مع صديقه، وبدأ يعمل فكرة إعداد دراسة جدوى للمشروع. اجتهدوا في معرفة كل معلومة عن البطاطس، أنواعها وكيفية زراعتها وحجم الإنتاج وأسعار المناطق اللي بيكون فيها سعر المحصول كويس. بعد الاطلاع على كل المعلومات دي وإعداد دراسة الجدوى، كانت الكراسة الصغيرة في إيد عبد العزيز علي ومحسن محجوب ما بتفرقهمش. دخلوا على النقطة التانية، وهي رحلة البحث عن المكن وتمويل المشروع. وبالفعل وصلت دعوة لزيارة أكبر مصانع البطاطس في إنجلترا، وخطاب من شركة إنجليزية يفيد إن المكن اللي طلبوه جاهز للتسليم والتوريد. وبعد مفاوضات مع الشركة الإنجليزية لتوريد المكن، ظهرت جملة عبد العزيز علي قالها: مش هنشتري المكن إلا لما تدونا سر التشغيل. في الوقت ده اتوفر له خبير، خده وراح أكبر مصانع البطاطس اللي موجودة في أيرلندا، واللي بالفعل شرح لهم المهنة وأدق أسرارها، وبدأت رحلة توريد المكن. كده هم درسوا المنتج وقدروا يوفروا المحصول وقدروا يجيبوا المكن وعرفوا طريقة تشغيله، ومن هنا بدأ المصنع. بس كانت ناقص فكرة التسويق. تم الاعتماد على مخرج شاب في إعلان تلفزيوني داخل المصنع، واختاروا له شعار بطاطس طبيعية وحلوة وجديدة ومغذية. بعد الإعلان عن البطاطس وعن الكيس، كمان راحوا لفكرة إن هم هيبدأوا يشتغلوا بالبيع بالنقد، إن هم هيبيعوا نقدي مش هيبيعوا آجل. ودي كانت فكرة كانت ممكن ترفضهم في السوق ساعتها، ولكن تقبل السوق الفكرة. وخط الإنتاج كان بيقدم 300 كيلو جرام يوميا، كل 4 كيلو بطاطس يخرج منه 1 كيلو شيبسي. وكان ليهم خطة إن الوردية الواحدة بعد 6 شهور تكون 3 وردي، وبعد سنة يتم تركيب خط إنتاج تاني. وبعد 4 سنوات من النجاح ظهرت شركات منافسة بدأت تنافس شركة شيبسي، واللي كانت علامة تجارية في البطاطس، وحولت فكرة السوق المصري لبطاطس شيبسي الكيس اللي كان مكتوب بالعربي. ظهرت شركات زي كريسبي وليز، وبالفعل بدأت تقل مبيعات شيبسي، ولكن اجتمع الشركة وقعدوا لمدة 6 أشهر يبدأوا يبحثوا ويدرسوا ايه سبب وقوع شيبسي والمبيعات، وواجهوا الناس وقالوا احنا فعلا الفترة اللي فاتت ما كناش الافضل، ولكننا هنعدل وهنظهر بصورة تانية. وده فعلا اللي حصل، ونزلوا بشعار جديد: الكيس زي ما هو والبطاطس جوه احلى. وبالفعل زادت مبيعات شيبسي، وربطت الناس عاطفيا بالجملة المشهورة شيبساوي على طول. وارتبطت الجملة دي بحدث عالمي حصل في مصر، هو كأس العالم لكرة اليد. لم تكن مجرد اسم صناعة ولا كيس شيبسي، ولكن كلمة شيبسي تحولت إلى اسم صناعة. أثناء فترة النجاح وأثناء الفترة دي جاء طلب من شركة بيبسي العالمية، واللي كانت مالكة للعلامة التجارية ليز، بشراء شركة شيبسي، ولكن لم يوافقوا الشركاء، ولكن وافقوا على الاندماج فقط. وبالفعل تم الاندماج في 2002، واحتفظوا الشركاء بنسبة 17% والإدارة. وبعد عام اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، وأعلنت حملات لمقاطعة أي منتج يساند الكيان. اجتمع الشركاء عبد العزيز علي ومحسن محجوب وعباس زكي، وقرروا هنقابل الإدارة في لندن وهنفض الشراكة. وكان السؤال ليه؟ وكان الرد: احنا مش رجال بيزنس فقط، ولكن احنا قادة عسكريين، ولا معنى للاستمرار في الشراكة معكم في تلك الظروف. وبكده نكون خلصنا قصتنا النهاردة، بس لسه هنقول رسالتنا. بس في الأول أنا كنت ابتديت وقلت أصل الحكاية عندنا. كده احنا حكينا لكم إن أصل شيبسي كان في الأول عندنا، وبعد الاندماج وبعد ما تم بيع الشركة كلها لشركة بيبسي، دي كانت آخر نهاية لمصنع شيبسي. وزي ما تعودنا لكل حلقة عندنا رسالة، بس النهاردة حلقتنا هيكون ليها رسالتين.
الأولى، إزاي رجالة وقادة عسكريين بعد ما طلعوا على المعاش ما فكروش إن هم يقعدوا تبقى انت حياتهم انتهت على كده، ولكن كافحوا وفكروا بفكر البيزنس والتطوير إن هم يعملوا نجاح ليهم غير النجاح العسكري، ودخلوا عالم البيزنس من أوسع أبوابه، واللي لسه لغاية النهاردة بتتحكي قصتهم بنجاحاتهم، وهي دي المثابرة. الرسالة التانية، المنتج والبراند العالمي في الأصل حكايته مصرية وتخطيط رجال مصريين. اعتمد على الله وادرس فكرتك، ولو عندك فكرة اوعى تقول هروح فين وسط الشركات، لا، ادرس وخطط واشتغل، وربنا هو المعطي. انت بإيدك تنجح، بس لو صدقت من جواك انك تقدر. أقاويل شرف.